تيج فولكلوريا بهتافات طلقت المقابله كين غنشاهدوا حس هجومي في هذا النزال. شادي رياض مباشره لاول ضربه مرمى في المقابله. نعلم جميعا انه هذا الزلزولي في خطر ولكن مواصفات مزدوجه، يوجدان لعيبه الارتكاز، يوجدان الافتكاك وكذلك يوجدان بناء الهجومي وتوزيع الملعب على اثنين. اليوم نترقب هذا الدور غيقوم بكم ربيع حريمات وكذلك نائل العناوي ويساعدهم كذلك الصيباري في الوقت اللي غيتولى أوناهي كصانع العاب ويعتمد على القناص ولا المتعلق ابراهيم دياز العائد من جديد للاضواء بعد فتره فتور وتغيب وتم تغيبه داخل قلعه ريال مدريد. اخيرا المدرب اربيلوا ارجع الثقه لهذا اللاعب ونشاهد جميعا ماذا قدم في اللقاءات الاخيره لفريق العاصمه الاسبانيه ريال مدريد. كره اكوادوريه، هناك باتشو ويليان صبح واحد من المنتخبات التي يضرب لها الف حساب. كره اكوادوري من جديد انطلاقه بالاطراف، هناك الاميندا لاعب فريق اتلتيكو مينيرو البرازيلي. عيسى ديوب والاخر واحد من اللاعبين الاول مقابله له من اب سنغالي وام مغربيه، لعب كل الفئات السنيه للمنتخبات الفرنسيه. اليوم هو مع الفريق الوطني، تعب انه يجي الفريق الوطني اقتناع بطبيعه الحال. نتمنى يعطينا الاضافه المرتقبه ويعطينا الاطمئنان في هذا المركز الذي كان صداع راس المدرب السابق ويدر كراكي، باعتبار بعد ما نزل مستوى العميد غانم سيس اخر السنتين الاخيرتين جرب لاعبون كثر في هذا المركز، يمكن نقول كلهم ما عطاوش الاقتناع. اليوم بطبيعه الحال هذا لاعب فريق عيسى ديوب، لاعب فريق فولهام الانجليزي 29 سنه. نتمنى ان شاء الله يعطينا الاضافه ويعطينا اقتناع كعطاء كمردود ديال الخط الخلفي في غياب لاعب واحد من قطع الغيار، لاعب نايف اكد الذي خضع لعمليه جراحيه مؤخرا. فقط هناك غيابات اخرى تخص اختيارات المدرب. كره اكوادوريه في الوسط، كونترول صحيح، استخلاص خرج له العناوي وثلاث مغربي في الوسط، اسلوب سلس. شادي رياض لاعب فريق كريستال بالاس، عانى طويل هذا الفتى، غيبته اصابه بعد عمليه جراحيه، ولكن اليوم هو معافى. نتمنى يحافظوا كل اللاعبين على امكاناتهم البدنيه، لانه بدا العد العكسي لكاس العالم لكره القدم. نحن نحتاج لكل اللاعبين وخاصه المجربين والمتميزين يمكن يعطوا الاضافه في اي مقابله في اي. فلسفه المدرب محمد وهبي تلعب على التحول السريع، الاعتماد على المهارات الفرديه للاعبين، يستغل ما يمكن استغلاله بنسبه كبيره، يستغل مهارات اللاعبين في البناء الهجوميه لمضاعفه الخصم. حكيمي ضرب خطا واضحه يقول حتى المقابله خوفي لويس مونتيرو. حكيمي عاد بعد فتره فراغ، عاد المستوى مع فريق العاصمه الفرنسيه باريس البي اس جي، واحد من قطع الغيار مهمه في الفريق الوطني. شادي ديوب من جديد تمشي عبر الاطراف، نائل ضربة خطا واضحه، كاين ضغط نسبي على حامل الكره من طرف لاعبي منتخب الاكوادور. محمد هوي امامكم خارج من طرف بلجيكيه، مدرب طموحات كبيره جدا.